تمام. عرفت اكتبها مو هيك؟ برافو عليكي خالتي، عم تعرفي تكتبيها أحسن من الأولاد، وهلأ بدي إياكي تعبي لي الصفحة كلها. أهلين يا ابني، تعال شوف، بعد هالعمر كله إن شاء الله رح أتعلم القراية والكتابة، وهيك بصير بقدر أقرأ لحالي ورسايل ابني. فرحتيني كتير يا خالي، بس أنا رح ضل أقرأ لك ياهن لحتى تتعلمي القراية منيح. شكرا يا ابني. طيب خالتي أنا رايحة. ما في داعي تروحي، أنا ماني مطول هون. رح أفحصك وشوف إذا تحسنتي ولا لا يا خالي. لازم تهتمي بحالك أكتر من هيك ها؟ وإلا بدي أخدك على المشفى اللي بالمدينة. أنا ما بطلع برات الضيعة يا ابني. إيه؟ لكان بعمل كم تحليل دم هون وبشوف الأدوية يلي بتناسبك. اتركني من قصة التحليل هلأ، وقلي ليش ما عم تحكوا انتوا اتنين مع بعض؟ شو انتوا متخانقين شي؟ اي والله ما بيصير هيك يا دكتور، انتوا اتنيناتكم دارسين ومتعلمين ولايقين كتير لبعض ما شاء الله، وبضيعتنا صرنا زمان كتير ما فرحنا بشي عرس. طيب خالتي أنا بعدين بجي لعندك. أعطيني إيدك بالله. والله مثل ما عم بحكي لكم بالضبط، تاري كان عم بيساعد الإرهابيين. يا حاجتك حنان شو عم تحكي؟ ما بيعملها وعم يبيعهم الأدوية كمان. والله أنا مو مصدق، لو كان عم بيساعدهم ليش خطفوه هو وحميد آغا؟ خطفوه مشان يضحكوا علينا، يعني كانت لعبة، وأكيد الدكتور هو يلي خطط لكل هالشي. حنان عم تحكي مزبوط، فيكن تقولوا لي شلون الدكتور رجع وبدهم ما حدا يمد ايده عليه؟ أنا عملت اللي علي، وهي كشفت لكم الدكتور على حقيقته. يلا شباب عيب الشوم. يلا يا شباب يلا تفضل. ليش لا يعمل هيك؟ استغفر الله. طلال شو وينك؟ اشتقت لك. طلال ما كنت متوقع تعمل هيك، يا عيب الشوم عليك. شوفي طلال، ليش أنا شو عملت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انتظروا شوي، ديالا رح تفوتكم لعندي بالدور. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله مع فاي. الله يعافيك يا مختار. اوه كيفك؟ الحمد لله. عم تستنوا الدكتور ما؟ ليش انتوا معكم خبر شو صاير؟ ليش شو صاير؟ خير مختار، خبرنا بالله شو صاير. طلع هالزلمه عم يستغلنا، عم يساعد الارهابيين وعم يعالجهم كمان. معقولة مختار؟ انت متأكد؟ هذا اللي صار، وهلا اسألوه. أجلي تحليل خالي مريم لبعدين. حاضر دكتور. فوتي لي المرضى هلا. حاضر. شو وين راحوا؟ شو وين المرضى؟ ما بعرف. طلع خايف. وين رايحين؟ الله لا يوفقك. كيف بيعمل هيك؟ ليش راحوا؟ ما بعرف. روحي احكي معهم واعرفي شو صاير. ايه طيب. والله عن جد؟ أنا سمعتهم لما كانوا واقفين قدام بابنا، وخالتي سناء كانت عم تتخانق مع أمه، وتاري الدكتور عم بيساعد الإرهابيين ويعالجهم كمان ويبيعهم الأدوية. لأنه إيه لكان هلا بين على حقيقته. أنا هذا اللي سمعته، واللي ما بده يصدقني يصرف. هيك لكان طلع بالاخير خاين. منيح اللي كشفناه على حقيقته. تاريخ كان حية من تحت دبل. ايه والله تصرف هذا ما بدنا نبين منه. شو هالعملية هي؟ طلع خايف يا شباب. استني علي، مفكرة نسيته لحسان. طولي بالك علي شوي، كل شي بوقته حلو. لوين بدك تهربي مني؟
إلا ما خليك تقري وين ابنك. أنا بورجيكي. شو صار معك؟ عرفتي ليش راحوا؟ قال سمعوا انك عم تساعد الارهابيين وتعالجهم. ومنين سمعوا هذا الحكي؟ مو بس هن بيعرفوا هالشي، كل اهل الضيعة كانوا واقفين بالساحة وعم يقولوا انك عم تتعاون معهم، وعم يقولوا انه في حدا منهم شايفك لما كنت مجتمع معهم. بس القصة مو هيك. كمان عم يقولوا انك كنت عم تبيعهم الادوية وتداويهم. شو هالحكي هذا؟ مستحيل حدا يصدق هذا الشيء. بس اهل الضيعة كلهم مصدقين. ديالا، انت اقرب وحده الي بهالضيعه وصرت بتعرفيني منيح. باين انت كمان صدقتي. دكتور انا بعرف انك التقيت معهم، انت اللي حكيت لي هالشي. صحيح هالشي صاير، بس انا وينه جدك؟ بدي احكي معه ضروري. تركته قاعد بالبيت، ما بظن انه راح لمحل. لك مزبوط هذا اللي عم ينحكى؟ ايه والله، قال شايفينه ومجتمع معه. امشي امشي بنتي. هذا اللي عملته خيانة للضيعة. انت شلون بتساعدهم؟ ما كنت متوقع منك هيك. انت عن جد خيبت لي ظني فيك يا دكتور. يلا يا شباب، يا حيف عليك. خلونا نمشي. بعرف انك متضايق مني، بس كل هالشي مشان ما يقتلوك يا عمري. يلا يا اولاد، اجا الاكل. والله جانا عيني، اجا الاكل. شو خلصت جدي؟ ايه حبيبي، دوقة للكبة شو طالعة طيبة. طيبة كتير جدي. خلاص اهدوا شوي يا اولاد، وهلا رح اطعميكم كلياتكم. شكرا لك جدا. برافو عليكم. يلا يا اولاد، كل واحد فيكم ياخذ حصته، ماشي؟ يلا انا بدي منها. قوموا على الاكل. يلا. اهلا وسهلا، شرف الدكتور. اهلا وسهلا. انا ما خنت الضيعه يا شيخنا. زيدان انصاب بطلقه وانا عالجته بس. شيخنا انا عملت اتفاق سري معه كمان. واتفاق شو هذا اللي عملته؟ قلت له اذا بدك ياني عالجك ما بتهجم على الضيعه، ولا بتقرب على حدا من اهله، ولا حتى بيقرب على المدرسه ابدا. وهذا اللي صار. هيك لكان، مشان هيك آخر فترة ما عاد شفناهم ولا عاد اجوا على الضيعة. ايه أنا كنت واثق وكنت عرفان يا ابني إنك مربى ومعدنك أصيل، وأكثر شيء فرحني يا ابني إنك ما غلطت. طيب شو عم تستنى؟ خلينا نفهمهم لأهل الضيعة. ما فينا نقول لهم، لأنه إذا بدنا نخبر أهل الضيعة الاتفاق اللي بيناتنا رح ينكشف، وهيك التنظيم بيعاقبه لزيدان. وبعد منا بده يصير ينتقم من أهل الضيعة، مو هيك؟ أنا بكفيني إنه أنت بس اللي تعرف يا شيخنا. أنا بوعدك إني ما أقول لحدا يا ابني، بس أنت هيك رح تتأذى وتنضر، ووضعك هون بالضيعة رح يكون صعب كتير. أنا رح أتحمل منهم كل شيء، لا تاكل هم. الله يرضى عليك يا دكتور طارق، ويكون بعونك ويصبرك على المصيبة. آمين. شو؟ قال فاتحين عندكم بالضيعة مدرسة والأولاد كل يوم عم يروحوا عليها. ايه مزبوط. ليش؟ هاي الشغلة ما بينسكت عليها أبدا. بكرة بصير بدهم ثانوية وبعدين جامعة كمان. ليش بالمنظمة تبعكم ما في جامعيين؟ ايه، بس أغلبية اللي بيروحوا على الجامعة بيوقعوا بإيد المتدينين، وانت بتعرف انه الواحد بس يتدين ما بقى يفكر بأي شيء تاني غير الدين. مشان هيك نحن ما بدنا حدا من أهل الضيعة كلها يوصل للجامعة، ولازم نحاول نخلص من المدرسة بأي طريقة، ونشغل بال الأولاد بأي شيء تاني مثل الزراعة مثلا، وهيك بنضمن انه ما ينفتحوا على شيء تاني نحن ما بدنا اياه. بقى عرفت ليش هالمدرسة ضيقت التنظيم يا مختار؟ لازم تساعدنا وتتصرف.
بس الحق مو علي، الحق على زيدان. أكثر من مرة بعثت له خبر وما عم يهجم على الضيعة ولا عم يحرق المدرسة. بس أنا عرفت شو هو السبب. الدكتور طارق بيحبها لأنسة المدرسة، وعرفت إنه صاير صحبة مع جماعة الجبل، ومشان هيك زيدان عم ينفذ له كل طلباته، ما عم يقرب على الضيعة ولا على المدرسة. إيه بس نحن كشفنا القصة لما اجتمعوا اثنيناتهم بالضيعة، وعرفت الأوامر جاية من فوق. إيه بركي طلع الدكتور عميل الضيعة. إذا الوضع هيك رح أتصل بالتنظيم وأعرف الحقيقة. إيه ضروري مشان يكون كل شيء واضح. إذا كان هو من جماعتنا مشان نعرف شو نعمل. شوف هيك لازم تكتبها. كنت عم تقول انه الدكتور منيح مو هيك يا علي؟ طلع الدكتور طارق خاين وعم يساعد جماعة الجبل كمان. انت شو عم تحكي عمي؟ انت ما دخلك، انا عم بحكي مع ابن اخي. انا ما عم صدق عمي، مو معقولة. شو هاد؟ يعني مالك مصدقني ما؟ روح اسأل اهل الضيعة وكلهم راح يقولوا لك نفس الكلام. اصحى بقى يا علي، الدكتور طارق ارهابي وزلمه حقير وبلا شرف كمان. ما بكفي شو عمل باختك؟ خد روح اوصل هالواطي بسيك، ما في غيرك بنظف لنا شرفنا وبيخلصنا من هالندل. اتركه من ايدك علي، اطلع على غرفتك. طالع. عمي كيف بتعمل هيك؟ علي لساته صغير وما بصير تدخله بهيك شغلات. عم بحكي الحقيقة، الدكتور خدعنا، كان عامل حاله انه زلمه منيح بس طلع واحد حقير وارهابي. هذا كله كذب وافتراء. هذا الحكي مزبوط يا زينب. وانتو شو عرفكن؟ لانه اجتمع معهم هون. بابا بس انت بتعرف انه هو انقذني من بين ايديهم وانقذ حاله كمان، مو هيك يا بنتي؟ ليش في حدا انأسر عند الارهابيين ورجع مرة تانية؟ زينب بنتي، نحن ما بنعرف الدكتور طارق منيح ولازم نعرف الحقيقة. اسمعني يا حميد، خيانة الدكتور صارت واضحة ولازم نثبت انه ما لمس بنتك قدام كل الضيعة. اخي اطمن الا ما نلاقي شي حل. زينب انت بتعرفي شو بده عمك. بابا وانت كمان بتعرف شو بدي. بترجاك وثق فيني. دكتور طارق أنا آسفة. شو حكيتي مع جدك؟ إيه بس ما بدي إياك تعصب علي. جدي واثق فيك ومصدقك، بس أهل الضيعة لا، ولا واحد منهم عم يمرق من قدام المستوصف. شو نعمل؟ عن قريب أهل الضيعة رح يعرفوا غلطتهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. بعرفك يا دكتور، أنا اسمي فكرت. أهلا وسهلا فيك. خير فيك شي؟ لا أنا منيح، بس اجيت أنا والشباب اللي برا مشان نحكي معك كلمتين. ممكن تطلع شوي؟ ماشي. هدول الشباب كلهم قرايبيني. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعنا انه علاقتك متوترة مع اهل الضيعة. نحن اجينا لنوقف معك وكلياتنا جنبك. شكرا شكرا. تفضل دكتور. بس شو جايبين لي؟ جبنا لك اكل لانه بنعرف اهل الضيعة رح يأثروا معك. يسلموا. إذا بيلزمك أي شيء بس خبرنا. أنت بس أمرنا يا استغفر الله. يسلموا إيديكم يا جماعة. عن إذنك دكتور. شكرا. يلا شكرا شكرا. يسلموا هالإيدين. يسلموا. يلا شباب. شفتي شو عملوا هالشباب؟ حاسة إني غلطت، ما كان لازم أحكي على ابني هيك. بكرة بدي أقول للكل أنا كذابة وهو ما عمل شي. انت شو عم بتخبصي يا سناء؟ كل شي عم يصير هلأ مثل ما بدنا.
وإذا ما حدا عرف الحقيقة وقتها رح يضطر طارق يترك الضيعة. بسببي ابني رح يتركني ويروح على اسطنبول، ونرمين كمان تركتني وما بقت ترجع. يا ربي قلي ليش هيك عم بيصير معي؟ بنتك أكيد متخبية هلأ بشي قرني يا سناء، ويمكن هلأ تكون وصلت على اسطنبول. يمكن يكون كلامك صح، بس أنا هلأ رح أضيع ابني. طيب أنت ليش عم تحكي هيك يا سناء؟ أنا شو عملت يا رابعة خانم؟ كذبت وما عرفت بعملتي هي لوين بدي وصل. خليتهم يهوشوا عليه مثل الدبابير. يا ربي ليش أنا جنيت وعملت هيك؟ بلكي هلأ كل أهل الضيعة علقوا مع بعض. انقلع من عنا، ما بدنا خاين بيناتنا، انقلع من ضيعتنا. وقفوا وقفوا وقفوا. شوفي لوين رايح انت وياه؟ الوحوش الارهابيين واقفين مع الدكتور طارق وعم بيساعدوه كمان. ايه مظبوط، بيجيبوا له اكل. ايه يا مختار، ويجوا لعنده كمان على المستوصف. كنت عرفان انه راح يصير هيك، مشان هيك بدي اياكم كلاتكم ايد وحده، لانه نحن لازم نخليه يطلع من الضيعه. وقفوا وقفوا، طولوا بالكم شوي، نحن ما بنقدر نطلعه هلا لانه الدوله معينته، واذا اشتكينا عليه يمكن الارهابيين يهدوا بيوتنا فوق راسنا. والله ايه يعني شو نعمل لكان؟ ما عندنا غير طريقه واحده، بتجيبوا بدون بنزين وبتحرقوا في المستوصف وبيت الدكتور كمان. والله جبتها يا شباب وقفوا. شو مفكرين الشغله سايبه؟ طولوا بالكم شوي الا ما نلاقي حل تاني احسن من هذا. ماما كلي انت، انا مالي نفس. أنت صرت هلأ بتعرف منيح يا ابني إنه أهل الضيعة ما بدهم إياك، وما رح يصدقوك لو شو ما عملت. بس لسه في منهم بيثقوا فيني وبيحبوني كمان يا امي، وهدول يلي جابوا لي هدول الاكلات، والباقي رح يعرفوا انهم غلطوا بحقي مع الوقت. ما حدا بيعرف شو رح يعملوا فينا هدول الناس يا ابني. انت اسمع كلمتي بس وخلينا نروح بقى من هالضيعة. ماما ما فيني روح، في مرضى كتير بحاجة لإلي هون. ايه بس مو معقول نضل طول عمرنا هون من شان كم واحد مريض. صباح الخير. صباح الخير دكتور طارق. أنا رايح لعند الخالة مريم، ممكن تعطيني شنطايتي؟ طيب. رح أدير بالك على حالك مو؟ لا تخافي علي. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. خير، فيني ساعدكم بشي؟ نحن جايين مشان نحميك يا دكتور. معلش ما في داعي تحموني. شاكر فضلكم. يلا عن إذنكم. صباح الخير. اجوا العساكر اجوا العساكر اجوا العساكر اجوا العساكر اجوا العساكر. امشي. يسلموا ايديك. صحتاني هنا. شكرا خالتي. تفضل يا سيدنا. يسلموا ايديك. بدري. امرك سيدي. تعال هون. انت من هي الضيعة ما هيك؟ نعم سيدي. في حدا من اهلك هون؟ ايه امي عايشة هون. راح اعطيك 5 دقايق، روح سلم عليها. شكرا سيدي. بابا الدكتور مارق من هون. ايه منيح، نادي له بسرعة لكان، بدي احكي معه كلمتين. حاضر. دكتور طارق، دكتور طارق، البابا بالبيت وبده اياك ضروري. الخالة مريم تعبانة وأنا رايح شوفها،
يا ريت تعتذري لي من أبوكي. شو وينه؟ ما رح يجي. وليش ما بده يجي؟ قلت له بدك اياه بس هو اعتذر. هذا أكيد مو حاسب لي حسابه ما بده يحكي معي. أنا بورجيك يا طارق. ماما، أمي، ماما في إيه؟ بدري أنا حبيبي، إجيت. يا عمري انت شلونك؟ ان شاء الله بتقبرني، اشتقت لك كثير. شو حليان يا عمري انت؟ تقبر عيوني يا امي. أنا منيح أمي. روحي انت، ما عم صدق انك قدامي، ما عم صدق. دير بالك على حالك يا ابني. شو بدي أعمل؟ طالعين هلأ على الجبل ونحن مارقين. قال لي الضابط روح سلم على أمك. الله يرضى عليه ويوفقه يا رب. اي والله. تعال تفضل دكتور طارق، ليش واقف عندك هنيك؟ تفضل، بعرفك هذا ابني بدري. تشرفت بمعرفتك. وأنا بالأكثر دكتور. خير ماما، أنت مريضة؟ ما فيني شي يا ابني، بس الدكتور طارق بحبني كتير وبيجي بيزورني وبيطمن علي. شكرا كثير إلك، والله يقويك يا رب. يلا سامحيني ماما. لا تقول هيك يا عمري. إذا الله كتب لي أرجع من الجبل ببقى بجي بشوفك، ماشي؟ يا عمري انت. خالتي مريم، تعالي فوتي لجوا. تعي. عم عليك خالتي. يا ربي يا دليلك. رب. فيكي شي خالتي؟ لا ما فيني شي يا ابني. خالتي قولي لي شو بكي؟ طمن ما فيني شي. الله يرجع لك يا بالسلامة. إن شاء الله بيرجعوا كل العساكر بالسلامة يا ابني. إن شاء الله. اسمعيني شوي خالتي وخليكي معي. أنا عملت لك تحليل الدم وما عجبني كتير تحليلك. بقى شو رأيك أخذك على المستشفى؟ لا تخاف، أنا ما فيني شي دكتور، نشكر الله. وهذا الوجع بيروح وبيرجع. ليش هيك عم تكابري على حالك يا خالتي؟ بعد كم يوم رح يرجع بدري، وبس يرجع لهم بالسلامة منشوف شو رح نعمل، والحمد لله أنا منيحة. بتحبيه كتير لبدري. طيب وابنك بسام؟ شو بكي سكتي ما تجاوبيني خالي؟ لا تسألني عنه أبدا. طيب ماشي، مثل ما بدك. اي يلا روقي شوي بقى. انت ما بيسوالك الزعل ها؟ خير شو في بسام؟ شو بدنا نروح من هون؟ ايه نرمين،
رايحين لمحل جديد. طيب أنا شو أعمل؟ مو كان زيدان بده ياخذني على المدينة؟ ايه أنا وعدتك، بس بالأول بدنا نروح لمعسكر تاني وبعدين رح وصلك على المدينة. طيب إمتى بدنا نروح من هون؟ بديع راح على الضيعة وبدنا نستناه ليرجع، وبس يرجع منروح فورا. يلا عجلي ضبي أغراضك. روحوا بسرعة قبل ما يوصلوا العسكر على الجبل. طمن بالك، أنا بعرف طريق مختصر. الله ينصركم عليهم. تسلم. يا ربي شو هالوردة هي؟ هدول طلعوا من جماعة الجبل. شلون وقعت بهالفخ؟ في كتير أولاد غايبين وما عم يبعتوهم. وليه؟ عايشة؟ صار لي ساعة عم دور عليكي. أنا عم بدرس ماما. أنا ما قلت لك ما في روحة على المدرسة؟ امشي. وليش ما بدك تبعتي البنت على المدرسة؟ بدك يعني ابعتها مشان تصير بلا أخلاق مثلك؟ أصلاً أنت والدكتور كتير لابقين لبعض. امشي يلا قدامي. خلص الدرس اليوم يا أولاد. شكراً آنسة. عن إذنك. الله يعطيك العافية. مزبوط عم تحكوا، ما بدنا يضل هيك. هذا الزلمه شو اعمل يعني؟ خلص هلا امشوا. ما لازم يضل هون ولا دقيقة. انا ما فيني اعمل معه شيء هلا. لازم نخليه هون بنوم. هذا واحد خايف. ما لازم يضل. يا جماعه خلص روحوا هلا انتوا روحوا بس بعدين. لازم تلاقي حل. يتصرف اليوم يا خلص بنقلعوا. لازم يتقلع. انتوا ما عليكم. خلص انا ما بدنا واحد. لا خلص بقى يا اخي ما كل شوي اطلعوا بشغله. خلص ولا دقيقة. ما عليكم. كان واحد خايف. لازم نلاقي حل يا ابو خالد. طمني دكتور، شو صار؟ ما صار شيء. قالت هالكلمتين وراحت. أنا متضايق كتير لأنه ما عم تصدقني وعم تتهمني مع أنه بتعرف الحقيقة. ما كنت متوقع هذا الشيء من زينب. يلا ماشي منيح لشوف. ما بدي ايدك ترجف ها. بتصوب منيح وبتضغط على الزناد وبتقتله لعدوك، عم تفهم؟ بدي اياك تقوصه بجبينه. علي أعطيني المسدس لهون. ما بدي. تركيه. تركيني قلت زينب، لك ما بدي أعطيني أعطيك إياه. اوعى تعطيها اياه. يلا روح اقتله وخلصنا منه. علي عم قلك اتركه. خليك رجال ها. هاتوا. اوعك تطول علي يا يلا علي. مشان الله هاتوا من ايدك. علي هات المسدس من ايدك هات. انا ما لقيت اولادي بالشارع، عم تسمع؟ وهي فردك، روح اقتله انت اذا بدك. انت واولادك اثنين ما بتسووا عندي قشرة بصلة، واذا ما بتنظفوا شرفكم تنقلع من البيت انت وياهم. حضروا حالكم، بدنا نترك الضيعة. بابا نحن مالنا رايحين من هون. بنتي أنا ما بقى فيني أتحمل، خلص تعبت. أنت بتوثق بديالا؟ راح أعيد التحليل.
يا خي اطلع لبرا القلع من ضيعتنا يا دكتور شو لحالك تعال يلا فوتي لجوا. ايه بس عم قل لك فوتي. شوفي مختار، كل شيء صار واضح يا دكتور، وكل اهل الضيعه عم يقولوا عنك خاين. انت عم تتعامل مع التنظيم، انت خاين للضيعه يا دكتور. كشفناك على حقيقتك يا خاين. حاجة بقى يا جماعة، اسمعوني شوي بقى. أنا ما خنتكم أبداً. أنتوا غلطانين، أنا ماني واحد من الإرهابيين أبداً. لكن ليش اجتمعت معهم؟ إن إيدك عن طولوا بالكم. ليش عم تدافع عنه أنت؟ ليش عم تتدخل بهالشيء؟ اللي بمد إيده على الدكتور بدي أعدمه. اسكتوا بلا حكي فاضي، ليش نحن ما بنعرفكم؟ اصلا انت وعيلتك معروفين بالضيعه، وكلياتنا بنعرف مع مين علاقتكم، بقى روحوا من هون احسن لكم. لك وقفوا. لك شو صار لكم؟ شو هاد يا جماعة؟ بيصير هيك تتخانقوا؟ انتو شلون بتقولوا عن الدكتور خاين؟ يكون بعلمكم كلياتكم انا بوثق فيه وكفيله كمان. شو عم تحكي شيخي؟ ليش انت ما سمعت شو عمل؟ ما عرفت انه الدكتور اجتمع مع جماعة الشباب؟ انا بعرف انه اجتمع معهم. ايه شو يعني؟ ليش ما يلتقى فيهم؟ الدكتور طارق زلمة فهمان ودارس ومتعلم كمان، واكيد في عنده سبب لحتى التقى فيهم واجتمع معهم. ما في داعي تتهموا بالخيانة. بدي الكل يعرف إني ما خنتكم وما عملت شيء يأذيكم أبداً، وأنا ما رح أترك هاي الضيعة. قال صرت واحد من الإرهابيين يا دكتور. أنت عم تحكي هذا الحكي؟ ليش أنت ما بتعرفي الحقيقة؟ أنو حقيقة هي عم تحكي عنها؟ حقيقة إني بعرفك منيح؟ ولا حقيقة إنك خاين وإنك عم تتعاون مع الإرهابيين؟ معقولة تصدقي هذا الحكي يا زينب؟ عن جد خيبت أملي فيك. يلا يا شباب ضبوا بسرعة. اجا بديع. جهزوا حالكم، اجا العسكر. زيدان ليش تأخرت هلا؟ زيدان العسكر عرفوا مكاننا، لازم نهرب من هون بسرعة. يلا توزعوا على مجموعات، توزعوا بسرعة. يلا انتوا من هون. يلا شباب يلا. ليكن اجوا. قومي معي بسرعة. يلا امشي. بعدي. انتوا من هونيك. قومي معي يلا بسرعة. يلا امشوا امشوا. يلا يلا بسرعة بسرعة. شوفي يا ابني، أنو حقيقة هي عم تحكي عنها؟ حقيقة إني بعرفك منيح؟ ولا حقيقة إنك خاين وإنك عم تتعاون مع الإرهابيين؟ أكيد رجعوا يضايقوك مو هيك؟ بترجاك يا ابني اسمعني، هي الضيعة. بعرف شو بدك تقولي، الحق معك، خلص ما عاد بدي ضل هون. عن جد حبيبي؟ ماما أنت ضبي غراضنا لبين ما أرجع، في عندي شغلة بدي ساويها. طيب لا تتأخر. إيه ماشي. الحمد لله يا ربي، وأخيرا وافق إنه يروح معي. انت خليكي هون. يلا خذوا محلاتكم. يلا انتبهوا.
وديع ليش ما عم تقوس؟ ليش واقف هيك؟ ما تقوس على العسكر. كيف بدك كاني اقوس؟ لسه ما عمد راسي عم يقوسوا علي. حصرونا هون يا زيدان، ما عاد نقدر نطلع. كل أهل الضيعة عم بيهاجموا الدكتور، وما في غير عيلتين بس عم يدافعوا عنه. كلهم هلا علقانين مع بعض وقايمة القيامة. وبابا عم يقول ما رح يخلي هالدكتور بالضيعة. خالتي سناء، يا خالتي. تفضل يا ابني. أنا ما بعرف شو عملت لك لحتى تكرهيني هيك، لأنه الخبر اللي نشرتيه بالضيعة عطى مفعوله. أنا رح أترك الضيعة. خلص ارتاحي بقى. انت زرعت وانت حصدت وبتستاهل. شو شايفتك زعلانة كتير عليه؟ ليش عم تضربيني خالتي؟ ليش أنا يلي طلعت الحكي عليه؟ مو أنت يلي حكيتي؟ لازم احكي له كل شي صار، كل شي.